شوف لي فيزا الكويت، عايز اسافر الكويت، يا عم انت مش عايز تسفرني، يا عم ابعت لك فلوس وابعت لي فيزا. السؤال ده تقريبا يوميا بيتسال لي وبتسال لناس كتيره داخل الكويت من ساعه ما الكويت فتحت للمصريين. وطبعا في ناس كتيره حابه ان تسافر، بس انت عشان تسافر الكويت في 3 طرق بس اللي انت ينفع تخش بيهم الكويت. الطريقه الاولى ان يكون ليك حد داخل دوله الكويت شغال في شركه، الشركه دي بتكون محتاجه ناس، فهو بيعرف ان الشركه محتاجه تجيب ناس من مصر، فبيقدم لك الورق من خلال وبتيجي على شركته. وتقريبا الفرصه دي بتكون نادره، يعني لو حد شغال في شركه كويسه ومحتاجه ناس فبيبعت لاخوه او لابن عمه او حد قريبه جدا متابع معاه دي فتره كبيره، فبيقدم له الورق ومن خلالها بيطلع له التاشيره وبيجي يشتغل في الشركه. ودي ما بتكلفش كتير، بتكلفك تذكره الطيران في الكشف في مصر والحاجات دي بتكون جايه سهله جدا عليه. وتقريبا دي نادرا ان بتحصل مع اي حد كده يعني. والحاجه الثانيه ان انت تشوف مكتب سفريات كويس في مصر، تقول له انا صنعتي كذا او مهنتي كذا وعايز اروح الكويت. وطبعا بتقدم له صوره الجواز بس، وهو اصلا او الاصل من الجواز، وهو لو صادق معاك مش هيطلب منك اي فلوس غير لما يديك التاشيره او سمات الدخول اللي هي اول ورقه، وبعد كده يبدا ياخد منك باقي الفلوس اللي انتم متفقين عليها. بس يكون مكتب تكون موثوق فيه، ويكون حد قريبك اتعامل معاه قبل كده وشكر لك فيه وعارف انه مكتب كويس. والطريقه الثالثه اللي هي الفيزا، اللي بتيجي تشتغل انت لنفسك او حر زي ما احنا بنسميها، بس دي مخالف للقانون. يعني القانون هنا في الكويت مخالف ان انت تيجي على تاشيره تشتريها من اي واحد بيبيع فيز وتيجي هنا تدور على شغل. يعني مبدئيا انت مخالف للقانون. طيب نفترض ان انت موافق على ده وما عندكش اي مشكله، السعر بتاعها بيعدي ل 2000 دينار، يعني تقريبا هتعدي 300,000 جنيه مصري، تقريبا هتعدي 300,000 جنيه مصري. طب نفترض ان انت موافق على الريسك ده وعايز تعمل الحاجه دي، تقع هنا تحت بند ان انت مخالف للقانون وتسفر تاني. المبلغ ده بيكون كبير جدا، انت لسه هتيجي تدور على شغل، يا عالم هتلاقي شغل على طول ولا لا، او مهنتك متوفره هنا او هتشتغلها ولا لا، وعايز تدفع المبلغ ده. تقريبا 90% من الناس بتكون مستلفه المبلغ ده، يعني المبلغ ده مش بتاعك انت. يعني ممكن تخش البلد وتعمل الريسك ده كله وتخش البلد، وبعد كده تتسفر او تتمسك في مكان شغال فيه مش الاقامه بتاعتك عليه، فالشرطه تصفرك تاني، فانت كده خسرت الاثنين. خسرت انت مش هينفع تخش الكويت لمده 5 سنوات، وخسرت الفلوس اللي انت دفعتها، فدي في ريسك كبير جدا. فانا بشوف الافضل ان انت تشوف مكتب سفريات كويس في مصر وتسافر عليه. الحل ده هو السهل والمناسب، اللي انت هتدفع فلوس في مكتب سفريات والمكتب السفريات هيجيبك، يعني هتكون جاي بطريقه قانونيه. عشان الريسك اللي انت تشتري فيزا وتيجي عليها هنا في الكويت ده ريسك كبير جدا. انت ممكن تيجي هنا وما ترتاحش نفسيا في البلد او ايا كان الامر اللي ممكن، يعني انت لسه ما جربتش البلد وما عشتش في البلد، ممكن تكون حاجات كتيره ما تتناسبش معاك انت هنا، او شغلك ما يتناسبش معاك هنا، فتلاقي نفسك انت دفعت مبلغ كبير جدا وفي الاخر ما استفدتش حاجه. فانا بفضل ان اي حد حابب يجي ان هو يشوف مكتب سفريات كويس وتيجي من خلال المكتب ده. ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله كل الناس اللي نفسها تيجي الكويت ان شاء الله ربنا يكرمكم وتخشوا البلد وربنا يوفقكم في حياتكم. السلام عليكم، اشوفكم على خير.